السلام عليكم. أهلا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكة الفاتش بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس أنا ليا تعليق كده في الآخر هبقى أقول لكم عليه، وعايزة تتابعوني كده لآخر الفيديو وتشوفوا لو كان في حاجة كانت مفروض تتعمل تقولوا لي عليها. هنشوف الانترو طبعا، بس بعد لما نخلص المقطع ده هنشوف الانترو، وبعد كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف هنعمل الكيكة بتاعتنا ازاي. انتوا دلوقتي على موعد مع اشهى الاكلات واجمل واحلى الحلويات مع الشيف صلة صلاحي، وده كله باسهل المواصفات واقل التكلفات. بس ما تنساش اللايك والشير، واكيد اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد في عالم الطبخ. مع صلة صلاحي، خلي لحياتك طعم تاني. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. طول ما احنا واقفين كده نصلي على رسولنا عليه الصلاه والسلام. هنحط هنا معايا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وكمان معايا فانيليا. هضرب البيض بتاعي كويس جدا، مش محتاجه مضرب ولا اي حاجه. هنا عندي يعني ازازه صغيره جدا من اللبن الرايب، تقريبا ممكن تكون حوالي 200 جرام او اقل كمان. ما خدتش بالي عليها المقدار قد ايه، الوزن قد ايه، بس هي كوبايه صغيره. هبتدي اخلط كل المكونات دي بعد ما ضربت البيض كويس جدا والفانيليا مع اللبن الرايب، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي دوت. الدقيق ده دقيق جاهز، يعني فيه كل حاجه، الكاكاو وكل حاجه للفاتش. كنت شاريه كده من حد على جروب، كان بقاله فتره عندي، بس قلت بقى اعمله طبعا. لكن لو احنا مش هنعمل كل ده الدقيق جاهز، انا هنا عندي 3 كوبايات، يعني هو 500 جرام من الدقيق بتاع الفاتش. عليه الكاكاو وكل حاجة. اقلب دول كويس جدا. وان شاء الله مرة تانية هنعمل كيكة الفاتش بمكونات كده من عندنا. كاكاو، هنشوف مقدار الكاكاو قد ايه والسكر والدقيق، هنعملها مع بعض ان شاء الله. انا هنا معايا بيكنج صودا اللي هي بيكربوناتو، حطيت ربع معلقة اللي هي المعلقة المعيارية لو عندك. دي باخد بيها كده، مش بملاها. واحدة بيكنج صودا والتانية زيها بالظبط بيكنج باودر، واقلب كويس جدا. ومعايا هنا كوباية مية مغلية سخنة جدا، مش هاخدها كلها، هشوف لغاية ما اشوف العجينة بتاعتي، السائل بتاع الكيك بتاعي هيحتاج مية قد ايه. طبعا كل دقيق من مكان لمكان بيختلف. هبتدي اخد شوية بشوية زي ما انتم شايفين كده، واقلب كويس جدا لغاية ما الاقي الخليط بتاعي خلاص وصل القوام اللي انا عايزاه. شوف هحتاج المية الباقية ولا لا. انا كده شايفة ان انا مش هحتاج المية تاني. شفتوا ده كمان حوالي ربع كوباية أو أزيد من الكوب اللي أنا خدته. هبتدي بقى طبعا هنا معايا مقاس 24 الصينية. هبتدي أحط فيها السائل بتاع الكيك بتاعي، هخبطها خبطتين عشان أطلع منها أي فراغات من الهواء. هبتدي بقى أعمل هنا الموس الشوكولاتة بتاعي. أنا هنا معايا ربع كيلو من الموس الشوكولاتة، حوالي 3 كوباية ونص، لأن الكوباية دي نص كوباية من الكوبايات المعيارية، كوباية ونص. هبتدي احط برضو كوباية ونص حليب او لبن زي ما بتقولوا عليه، وهبتدي اخلط بالمضرب الكهرباء. طبعا بقلب كده شوية بالمضرب علشان ما يطيرش كل الموس من البولة، لغاية ما اختلط كله باللبن، وبعد كده اضرب كويس جدا بالمضرب. بيتقل معايا زي ما انتم شايفين كده، هو فيه سكر وفيه كل حاجة. بحط لبن بس عليه على كل مقدار من الكوب، نص كوباية او كوباية من الموس بحط كوباية قصادها كوباية حليب، وابتدي اقلب كويس جدا. وبعد كده هنا طلع كيك معايا، قسمته نصين لشريحتين، وابتدي جبت نص كوبايه من الحليب وحطيت عليها باكو من النسكافيه البلاك اللي هو قهوه سريعه الذوبان، ميه او حليب زي ما انت عايزه، وابتدي اسقي الكيك بتاعي.
لو عايزة الارتفاع بتاع الكيك يبقى أعلى من كده ممكن تعمليها في مقاس 18 أو 20، هتبقى أعلى من كده. كنت قلتلكوا في أول الفيديو إن أنا في حاجة كانت مش عجباني بصراحة، إن الكيك طلع مش عالي زي ما كنت متوقع. إني طبعا كنت أول مرة أجرب الدقيق الجاهز بتاع الفاتش، فطلعت معايا بالعلو ده. هو ده الحاجة الوحيدة اللي كنت معترض عليها وما كانتش عاجباني، كنت حابة ان هي تكون اعلى من كده. لو حد جرب الدقيق الجاهز بتاع الفاتش يكتب لي في الكومنتات، عايز اعرف العيب فين. انا هنا حشيتها بالموس الشوكولاتة، وهديها برضو طبقة كده خفيفة من موس الشوكولاتة على الوش كده، اجلسها بموس الشوكولاتة، عشان طبعا لسه هننزل بالجناش بتاع الشوكولاتة عليها من فوق. انا كان عندي جناش شوكولاتة جاهز كده عندي في التلاجة، طلعته في الفريزر، طلعته كده وفكيته في الميكرويف او على حمام دافي. ان شاء الله هعمل لكم جناش الشوكولاته الاقتصادي في حلقه لوحده. انا بدات ان انا انزل بقى الجناش هنا عندي. طبعا جبت الكيك بتاعي على البورد اللي انا حطيت عليه بزين عليه، وبعد كده على كده قلبت الحله، او عندك شبكه تحطي عليه وتحتيها تبقى صينيه عشان اي زيادات تنزل معاكي تحت. هبتدي طبعا اجلس كده كلها بالجناش الشوكولاته من الجوانب ومن فوق كده، ما حطيتش الاسباتولا ولا حاجه، بهزها كده هزتين علشان الجناش كله يبقى على الكيك بتاعي. دي تعتبر تورته الفاتش. طبعا هنقسمها ل8 قطع دلوقتي هتشوفوها معايا. بجد طلعت حلوة جدا وطعمها تحفة. كنت أول مرة أعملها، بس إن شاء الله مش تبقى أول مرة، لأن بجد عجبتني جدا وعجبت الولاد. دي بقى دي اللي بناكلها لما بنروح ستاربكس أو نشرب أي كوفي في أي مكان. بتبقى موجودة في التلاجات كده، بتبقى زي في المثلثات. العلب اللي هي بتاعة التشيز كيك بتبقى كده في المثلث، أو بيقدموها لك على طبق كده. بجد طعمها تحفة جدا وجميلة لعشاق طبعا الشوكولاتة. انا هنا طبعا ببتدي ان انا اخد الجناش الزيادة، ببتدي اخده في طبق او بولة صغيرة، وطبعا مسحت بقى كده من البورد بتاعي كده القاعدة بتاعت التورتاية، وابتدي بالمنشار بتاعي او بالسكينة احدد المثلثات اقسمها ل8 قطع. وبعد كده بين كل جبت بقى بقية الجناش. طبعا انا ما استنيتش عليه لغاية ما يتماسك شوية عشان يديني زي فورمة كده من كل قطعة. انا كده كده هحط شوكولاتة مبشورة على كل قطعة من الجناش اللي انا حطيتها على المثلث بتاع الكيك بتاعي. كان عندي شوكولاته مبشوره بشروها كده في علبه لوحدها، مخليها على جنب، اخد منها واحط كده على الوش. كده انا خلصت الكيك بتاعي. هبتدي بقى اجيب السكينه بتاعتي او المنشار، وكل ما اقطع واحده ابقى تحت ميه سخنه وانشف السكينه بتاعتي او المنشار، عشان ما اخدش من الجناش او من الحشو على القطعه التانية. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، واسحب لتحت لغايه ما اقطع كل القطع بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بجد طلعت سهله جدا وطعمها تحفه تحفه بجد. كان التعليق الوحيد اللي كان مضايقني ان هي طبعا ما كانتش عاليه اكتر من كده. كنت فاكرة ان تبقى عالي، يعني سمكها هيبقى عالي، لكن طبعا عشان كنت اول مرة استعمل الدقيق الجاهز ده، فبجد طلعت تحفة جدا. هي بس العلو بتاعها هو اللي كان مضايقني. هناخدها بقى قطعتها واخدها في طبق كده ونشوفها. يا رب كده لو عجبتكم وجربتوها اتمنى تعملوا كومنت حلو، لان ده الكومنت ده بيساعدني وبيديني حافز بجد عشان الاستمرارية، وطبعا لايكات كتير عشان الفيديو يتشاف ويظهر لاكتر عدد من الناس. اشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم، مكونش ضيفة تقيلة. واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، ومع الف سلامة، واسيبكم في رعاية الله.